اهو ده بقى اللي يناسب الجو الفظيع اللي احنا فيه ده. يلا بينا بقى نعمل حاجة كده ترطب على قلبنا، والأهم من كده إن هي ما تكونش مكلفة، علشان احنا مش ناقصين فرهضة، وما تكونش بتاخد وقت كمان. عايزة أقولك إن في 5 دقايق بس هتكوني عاملة كمية كبيرة، هتروقي على نفسك وتروقي على البيت كله كمان. بجد الوصفة دي يا بنات وأنا باكلها من كتر جمالها قعدت أغني، أهو ده بقى اللي يتغنى له فعلا. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول، وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. عندي حلة كده على النار هنحط فيها 4 كوبايات من اللبن، أو الحليب في الدول اللي بره. تمام. دول 4 كوبايات يعني حوالي كيلو إلا ربع من اللبن، لأن أنا معايرة بالكوباية الصغيرة. طب ينفع يرشا بمية؟ ينفع بمية. وهقول لكم البديل بتاع اللبن دلوقتي. حطيت كمان 5 معالق كبار من النشا مليانين، وهنقلب الكلام ده كله كده مع بعضه على النار على البارد الأول، وبعد كده هولع البوتاجاز وإيدي فيه ما سيبوش لحد ما القوام بتاعه يتقل كده. القوام بدأ يتقل زي ما انتوا شايفين اهو، وانا عايزه القوام بتاعه يبقى اتقل من قوام المهلبيه، يعني هيكون تقيل. بصوا، بس كده. هفضل اقلب فيه بقى كل شويه وهسيبه لحد ما يبرد، وطول ما هو بيبرد كل شويه كده من وقت للتاني بروح اقلب فيه. في شفشق الخلاط او الكبه هنحط كوبايه الا ربع من السكر، وهنحط كوبايتين من الميه المتلجه بتلج، ونص كوبايه صغيره من عصير الليمون، 5 ليمونات معصورين ومتصفيين، وكوبايه من المهلبيه اللي احنا عاملينها، ونقطتين بس كده قصنص موز، ريحة الموز، وسنة لون أخضر. ويعني بصوا حاجة بسيطة قوي كده، أقل من نقطة. وبعد كده بقى هنضرب الكلام ده كله مع بعض لحد ما يتجانس كله مع بعضه كده. وبعد كده بقى هحضر أي علبة عندي تكون ناشفة وهفضي فيها الخليط ده. انتوا شايفينه سايل زي المية، بس هقول لكم هنعمل فيه ايه. هو طبعا تقيل، بس هو القوام بتاعه خفيف شوية، فهندخله الفريزر. وهنجيب بقى ناخد الوصفة التانية دي. كده أول نكهة احنا عملناها. تاني حاجة حطينا كوبايتين من المية المتلجة برضو بتلج، وكوباية من الكريمة اللي احنا عاملينها اللي هي بالنشا واللبن. أنا قسمتهم، يعني الكريمة دي أنا قسمتها على 4 حاجات. وبعد كده جبت كيس من المانجا، عصير المانجا اللي هو البودر حطيته، وبيبقى فيه سكر، فأنا ما حطيتش سكر لحد ما ادوق وبعدين اشوفه هيحتاج سكر ولا لا. انا حسيت ان هو محتاج سكر تاني، فحطيت معلقتين 2 بس من السكر. بس كده. ادي دي كده تاني وصفة هنحطها برضو في علبة تكون ناشفة، وهندخلها في الفريزر على طول. يبقى دي كده تاني نكهة عندنا اللي كانت بالمانجا. بعد كده برضو هناخد الكوباية التالتة من الكريمة، وهنحط كوبايتين من المية أم تلج، وهنحط معلقة من قصنص الصوبيا، وكيس من الفانيليا، وده هيكون بطعم الصوبيا، أنا بحب الصوبيا جدا. وهنحط 3 معالق سكر، وهنضرب كله مع بعضه كده. وبعد لما يمتزج كله مع بعضه برضه هنفضيه في علبة وهندخله الفريزر. طب يا رشا، انت قلتي الكريمة دي انت عاملاها بلبن، وقلتي ان انت هتقولي بديل اللبن. بديل اللبن يا بنات ان احنا هنحط في كل وصفة احنا بنعملها معلقة كبيرة مليانة من اللبن البودر، لو انتوا عايزين تشيلوا اللبن. بعد كده بقى هنجيب كوباية الكريمة، وهنحط برضو كوبايتين مية بالتلج، وهنحط معلقتين من جيلي الفراولة، معلقة كبيرة مليانة من جيلي الفراولة، مع دوبتهم في شوية مية سخنة وخليتهم يبردوا على جنب. وبعد كده حطيت برضو نص معلقة أو معلقة من بودرة الفراولة اللي هو قصنص الفراولة، تمام، عشان تديني نكهة أقوى يعني. تقدروا تحطوا نص باكل جيلي لو انتوا ما عندكيش النكهه بتاعه الفراوله دي. وهنضربهم ونحطهم في علبه وهندخلهم الفريزر. هنسيب بقى العلب دي كلها لتاني يوم في الفريزر، بس هنطلع العلبه كل ما هتتجمد هنقوم جايين يعني مقلبينها كده تقليبه ومدخلينها الفريزر تاني. هنعمل الموضوع ده مرتين او 3 مرات علشان يدينا المطه بتاعه الايس كريم، لو انتوا حابين يبقى طعمه يعني يبقى ليه مطه كده زي الايس كريم. لو انتوا مش فارق معاكم الموضوع ده وعايزين بس حاجة ترطب على قلبكم كده، فعادي يعني خلاص ممكن تطلعوا وتحطوها، بس علشان يبقى كريمي لازما تقلبوه مرتين او 3 وتدخلوه الفريزر تاني. بجد طعمه فظيع، ده السوبيا بجد فظيعة فظيعة فظيعة. بديل السوبيا دي لو انتوا ما عندكوش نكهة السوبيا تقدروا تزودوا الفانيليا السايلة، وده بقى بالليمون، طعم الليمون مع نقطتين الموز ده ادى نكهة فظيعة.
وبرضو الفراولة أنا زينتها بصوص فراولة. كيس صوص الفراولة ده يعني الكيس أنا جايباه ب5 جنيه، مش حاجة يعني. بس كده. وبقى عندنا يا جماعة أحلى آيس كريم بتاع العربيات بتاعت الشارع. انتوا عارفين الجيلاتي بتاع زمان، الراجل اللي بيلف ويزمر ويقول قشطة المانجا الطبيعية. طبعا ما فيش حد اسمه ما كلش منه وهو صغير ولا هو كبير. يعني انا اول ما بسمع صوت العربيه كده بقول لاولادي اجروا هاتوا. بجد جربوها هيعجبكم جدا جدا.